السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي عاملين ايه؟ تعالوا نعمل النهاردة البسبوسة. ايه رأيكم في البسبوسة اللي فاتت ديت؟ كانت رهيبة. بصوا تعالوا نخش في الفيديو على طول. انا جبت كوبايتين سميد اللي هما من عند العطار، دول العاديين جدا. تمام كده. بصوا عامل ازاي، كوبايتين بالظبط. امشوا على المقادير بالظبط زي ما بقولكوا عشان تطلع معاكم نفس النتيجه. جبت كوبايه من السكر، كوبايه من اللبن، بس خلي بالكم كوبايات صغيره زي ما انتم شايفين مش كبار. كوبايه من الزبده السايحه بدرجه حراره الغرفه، ومعايا بيكنج باودر بمعلقه صغيره، ومعايا 3 معالق جوز الهند اللي هو العادي جدا. تمام. ومعايا 3 معالق من العسل الابيض. مفيش عسل ابيض يبقى 3 معالق من العسل اللي بنسقي بيه الشربات. مفيش 3 معالق من العسل اللي بنسقي بيه الشربات يبقى 3 معالق من العسل الكلوكوز اللي بنعمل بيه الشربات. بصوا اهو، مفيش، خلاص مفيش اي مشكله. انا جبت حطيت. بصي هتحطوا كل مقاديرك على بعضها. عايزه اقول لكم كانت جميله جميله. انتوا عارفين بقى رمضان بقى والحلويات، احنا مش عارفين هنخرج من رمضان الدنيا فينا ايه، وهنخش على الكحك، فربنا يسترها. جبت كل مقاديري ديت اللي هي اللبن والبيكنج باودر والزبده والسكر، كوبايه السكر والبيكنج باودر والعسل، وهتقلبيهم تقليبه كده، بس مش هنقلب كتير لان البسبوسه لما بتقلبيها كتير بتنشف منك. احنا عايزينها سايحه ونايحه كده في بعضيها. جبت صينيه البسبوسه بتاعتي، دهنتها دهنه كده جميله ولطيفه. وهتمسكي كده البسبوسه بتاعتك ايه تفرديها، هتفرد معاكي، ما تقلقيش تقولي لابسه او كده، لا هتتفرد معاكي. جبت طبق فيه حبه كده من الميه، وبقيت اخد من المعلقه وبساوي ايه الصينيه بتاعتي عشان تطلع الوش بتاعي يطلع معايا يعني سوا بعضه. والله عايزه اقول لكم، بصوا بقى احنا لسه اكلينها اصلا. عملت لي بقى فنجان قهوه بقطع من البسبوسه. روعه 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 روعه. حاجه كده ولا ناشفه، حاجه كده سايحه كده سايحه. كانت فظيعه. امشوا على المقادير ديت، ومش بصوا مش هتبطلوا تعملوها غير بالطريقه دي. تمسكوها تهبدوها كده هبدتين بس. اوعوا الرخامه اوعوا الرخامه تتكسر منكم. ابني بيضحك على كلمه تهبدوها. بصوا بقى حطيت على درجة حرارة 200. أول ما أخدت من الحروف كده لون، رحت قايدة عليها الشواية وطفيت البوتاجاز من تحت. أنا طبعا عندي سكر كنت عاملاه عسل، كنت طبعا عاملاه قبل رمضان وحطاه في التلاجة عشان يبقى جاهز. فطبعا البسبوسة الشربات بتاعها بيبقى سخن. أنا خدت حبة وحطيتهم في الميكروويف وسخنتهم جدا جدا جدا. تمام كده. ادي كده بصوا تعرفي منين ان البسبوسه ناجحه؟ لما تشرب الشربات كله كده تبقى البسبوسه بتاعتك ناجحه. جبت غطا وقمت مغطياها علشان تفضل معايا طريه طريه طريه. غطيتها، دي كانت قبل الفطار. غطيتها طبعا وسبتها بقى عبال ما فطرنا ومش عارف ايه، يجي ساعه يعني عبال ما بتخلصي ايه اللي وراكي. وهتقطعيها كده يا ست الكل يا ست الحلوين. كوبايه نسكافيه، كوبايه قهوه بقى بلبن، وبصي وما تقوليش لا. اهي بصوا بقى، يا كانت كده هقوم اجيب تاني، هقوم اجيب تاني مش مشكله. اهي بصوا عامله ازاي، بصوا بصوا. فظيعه سايحه كده ونايحه كده. وبصوا بقى والصينيه مفيش حاجه لازقه ولا في حاجه محروقه ولا اي حاجه. كانت رهيبه. بقول لكم امشوا على المقادير دي بكل تكاتها وحركاتها، وقولوا لي بقى. بصوا سيدي يا سيدي بقى على الحلاوه. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيديو البسبوسه. لو الفيديو بقى عجبكم تنسوش بقى تقولي لي ايه رايكم، ولا تنسوا اللايك، ولا تنسوا التعليق. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، وربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.